سلام. وقعوا لك شي احداث ما زوينينش وحسيتي براسك تالف وما عرفتيش شنو خاصك دير؟ هاد الحلقه ليك. غادي نشارك معك 4 ديال الافكار غادي يعاونوك تعاود تنوض مره اخرى وتغير حياتك. اول حاجه، كل حاجه كطرى لسبب، حتى شي حاجه ما كتكون عندها معنى حتى كتعطي ليها انت، وانت اللي كتختار واش تعطي ليها معنى ايجابي ولا معنى سلبي. الا مشيتي بفكره ان كل مشكل كيطرى لك هو كيساعدك باش توصل لواحد الهدف كبر من المشكل بحد ذاته، غادي يعطيك هذا الشيء الذكاء والقوه باش تلقى الحل وتتعلم دروس جداد. تاني حاجه، ما تقدرش تهرب من الالم، ولكن تقدر تهرب من المعاناه. شخصيا وحتى انا معكم ما كنعرف حتى شي واحد ما عمره ما حس بالالم من شي حاجه طرات ليه، ولكن تقدر ما تحسش بالمعاناه لان المعاناه اختياريه الا اشتغلتي على راسك. اللي خاصك تعرف هو ان الالم عمره ما كيدوم من غير الا قاومتيه ولا دخلتيه في اطار درامي. يعني الا بقيتي كتقول انني انا الضحيه في هذا الشيء اللي طرا ليا، ولا واش نقدر نخرج من هذا الشيء، اللي خاصك دير هو تسمح لراسك تحس بالالم في الجسد ديالك وتعبر عليه، وما تخليش يمشي للدماغ ديالك باش ما تدخلش الالم في قالب درامي. اللي كنقصد هو انك ما تخليش الدماغ ديالك يدوروا فيه افكار بحال علاش هذا الشيء طرا لي انا، واش غادي نقدر نلقى خدمه جديده، ولا واش غادي نقدر نوض من جديد الى اخره. هذوك القصص اللي غادي يبقاو يدوروا في الدماغ ديالك ماشي حقيقيه، ولكن الا حسيتي بالالم غير في الجسد ديالك غادي يدوز بلا ما تحس به. ثالث حاجه، فكر في اليوم قبل غدا. الا فكرنا مزيان هادشي كامل جاي من الخوف من المستقبل ولا الندم على الماضي، ولكن اللي خاصك تعرف هو ان الماضي والمستقبل هما مفاهيم عقليه وما موجودينش دابا. الحاجه الوحيده اللي كاينه هي هاد الدقيقه وهاد الوقت اللي كنعيشوه دابا. اذا الحيله باش ترجع تنوض من جديد هي انك تعيش الوقت الحاضر، لان الحقيقه اللي كاينه هي انك قادر تعالج وتغير اي حاجه واقعه دابا. الا حاولتي تعيش الوقت الحاضر غادي تكون منخرط في حياتك، ماشي عايش بافكار على حياتك. رابع حاجه، دير الحوايج اليوم. اللي خاصك دير هو انك تاكل اكل صحي اليوم، دير الرياضه اللي كتبغي اليوم، تهلا في راسك اليوم، دير كاع هذاك الشيء اللي كتبغي اليوم، ماشي الاسبوع كامل، ماشي الشهر كامل، ماشي حتى الاخر ديال حياتك. دير كل شيء اليوم، واخا تكون ما فيك ما دير حتى حاجه ديرها واخا هكاك. كل حاجه كطرى لينا كتكون درس جديد خاصنا نتعلموا منه باش نطوروا راسنا ونزيدوا القدام. حتى شي مشكل ما خاصو يرجعك للور. الا عجبتك لا فيديو ما تنساش تابونا في لاشين، وغادي نكون فرحانه بزاف الا بارطاجيتي لا فيديو مع صحابك. الا حاولتي تعيش الوقت الحاضر غادي تكون منخرط في حياتك، ماشي عايش بافكار على حياتك. سلامه.